اهلا بيكم. ليه لازم يكون عندي استراتيجي للسوشيال ميديا؟ سهل جدا انك تعمل كرييت لاكونت على انستجرام او على تيك توك او تعمل بيزنس بيج على الفيسبوك وتبدا تنشر عليهم. لكن السؤال، هتنشر ايه وليه وامتى؟ وهل البلان هي الاستراتيجي؟ الشبه الوحيد بين البلان والاستراتيجي هو ان الاثنين مهمين لاي بزنس مهما كان نوعه او حجمه او تخصصه. والاختلاف ما بينهم هقول لك عليه ببساطه في الفيديو ده. اول حاجه، الاستراتيجي هي اجابتك عن اهم 3 اسئله: ليه وازاي وامتى. ليه اخترت المنتج او الخدمه دي؟ ايه هو السوق المستهدف؟ مين هم اهم المنافسين؟ ليه اخترت السوق المستهدف ده؟ ليه هبيع لنوعيه العملاء دي؟ ليه اخترت الاهداف دي؟ البلان هي خطواتك لتنفيذ وتحقيق الاهداف دي في شكل خطه وجدول زمني واضح، وتبدا تطبقها على المدى الطويل. الاستراتيجي كمان مرتبطه بالقرارات والاكشنز اللي هتعملها في البيزنس بتاعك، عشان كده هي مهاره مرتبطه اكتر باتخاذ القرارات عموما، مش بعمليه اداره البيزنس. اما البلان فهي اجابتك عن سؤال ازاي هتحقق كل اهداف الاستراتيجي. ايه الخطوات اللي هتمشيها في مشوارك لتحقيق كل هدف حطيته في الاستراتيجي، عشان كده بيتم تطبيقها على مدى قصير، لانها بتتغير كل شويه مع كل هدف. وعلى عكس الاستراتيجي، في مهاره البلاننج او التخطيط مرتبطه بالتفكير وعمليه الاداره، مش باتخاذ القرارات. وفي الاخر خليك عارف ان الاستراتيجي بتيجي الاول وبعد كده البلان. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير وتابعني في الفيديوز اللي جايه. دمتم بسعاده.